أفضل طريقة اللي كنغسل بها الجنجلان خاصة الجنجلان البلدي، كناخدو الكمية اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا كيلو، كنديرو فشي بانيو اللي تيكون غارق ولا شي إناء اللي تيكون غارق وتنخويو الما، وحنا تنغسلوه بهاديك الطريقة كنفركوه بيدينا بالقاعدة، وكنديرو الما بالزايد واحد شوية باش هاكا دوك الشوائب كاملة ودوك الحبات الخاويين كلهم كيجيونا في الواجهة، كنحركوه مزيان وكنخليوه حتى كيتهدى لينا مزيان الما باش كيطلعوا دوك الشوائب كاملين، وكنجمعوهم بشي جبكة، راه تيكونوا مخلطين حتى بالحبات اللي كيكونوا مزيانين يعني صاينين، فما كنتخلصوش من هاد الشوائب، راه كنقيوهم على تسع وكيتنقاو لأن راه تيكونوا مخلطين. ملي تنكملوهم كاملين يعني كنجمعوهم كاملين بالشبكة هكايا، فالجنجلان البلدي هو اللي تيكونوا فيه هكايا بعض الشوائب، لكن بالنسبة للمذاق والزويته اللي كيطلق لينا خاصة في السلو فراه تيكون هو الأفضل. وهاد الشوائب كاملة راه تقريبا في الغسيل ديالو راه كنتخلصو منهم، وكيبقى غير شي حاجة قليلة في التنقية ديالو كتجي ساهلة. فاش كينشف صافي كناخدو شي شبكة ولا الغربال اللي استعملت هنايا، وكنبداو نخويو الجنجلان بهاديك الطريقة، كنبداو نحركو داك البانيو يمين شمال باش هكا يهبط الجنجلان وما تبقى من التراب وداك الحجر الرقيق تيبقى لينا في القاع ديال البانيو. فعلى ما شفت أنايا كاينين 3 ديال الأنواع ديال الجنجلان، كاين الجنجلان البلدي اللي هو هذا تيكونوا فيه بعض الشوائب كيتميز بهم بلا كينفن بنة وكذلك الزويته تيكون أفضل منهم، وكاينين جوج أخرين اللي تيكونوا نقيين ما فيهمش شوائب، لكن بالنسبة للبنة وكذلك الزويته خاصة إلا بغينا نستعملوه للسلو فمن الأفضل ناخدو الجنجلان البلدي، تيكون بنين وكيطلق لينا زويته من أفضل من الجنجلان الآخرين، لأن عادةً كنفضّلهم في الشباكية والاستعمالات الأخرى. بالنسبة للسلو كنديرو هذا الجنجلان البلدي، راه في التنقية ديالته راه تيكون ساهل غير كيتغسل بهاد الطريقة مزيان، وملي كينشف راه ما تيكونش فيه هكايا شوائب كتيرة دغيا كيتنقى، كيف كتشوفوا في القاع ديال البانيو جاني فيه هكايا التراب وبعض الحشا الرقيق، ملي درنالو هاد الطريقة اللي كتكون جد عملية، تراب وخاصة داك الحجر الرقيق تقريبًا راه كلّه تيبقى في القاع، فهاد الطريقة راه كتكون جد عملية في الغسيل ديال الجنجلان خاصة الجنجلان البلدي، وراه ملي كنختارو النوعية المزيانة فيه راه مكيكونوش فيه هاد الشوائب كتيرة اللي تيكونو كتر من هكايا، كنعاودو نشلوه وكنقطروه مزيان من الزيت ديال الما، وكنشروه بشي توب اللي كيشرب لينا الما، شي بلاصة اللي تكون مهوية اللي كتمشمشة كتكون أفضل، أهم شي تكون مهوية باش كينشف لينا. وأحيانًا كنكمّلو هكايا التنشاف ديالو في الفران، ملي كنكون مطيبة فيه حاجة وباقي الفران دافي كنحطوه من حيت الفران تيبرد والجنجلان ديالنا كينشف. نفس الطريقة غادي نستعملها معاكم بالنسبة للجنجلان اللي ما تيكون فيه حتى حاجة، يعني الجنجلان اللي تيكون نقي هو هذا عادةً كنستعملو الشباكية، فعندي حتى هوايا فيه كيلو كنغسلوه بديك الطريقة نفسها، وغادي تشوفوا بأن راه ما فيه حتى حاجة في القاع ديال البانيو تيكون نقي، غير دوك الحبات اللي تيكونوا شوية خاويين هما اللي طلعوا ليا في الواجهة. هذه هي راه كنبقاو نضيفوا الماء وحنا كنحركوا داك البانيو باش كيهبط الجنجلان، ولا فيه شي حاجة من الحجر ولا التراب راه كيبقى في القاع. صافي كما كتشوفوا البانيو راه ما فيه حتى حاجة، كنعاود ندير له تشليلة وكنقطرو مزيان من الزيت ديال الماء، كنحطوه يتشمش ولا يتهوى مزيان، أهم شي في الجنجلان أنو ينشف مزيان مزيان عاد كنحمروه باش هكا كيبقى محافظ على ديك القشرة ديالته، فراه ملي كنحمروه وهو يفاسك راه كيتقشر، وهادو هما الشوائب اللي تحصلت عليهم، حتى هما غادي نشمشهم ولا نهويهم على اتساع، فإلى ملتقى آخر إن شاء الله في فيديو آخر، مع السلامة.